التنميه ناقص، الاقتصاد 36% في المدارس ديالنا، الصحه ما كاين والو، وبالتالي انا نكون مسكين اش غادي نجي لابس؟ اش غادي ندير نجي لابس؟ ما نجيش، غادي نمشي للمناطق اللي هي جانبه للسكن. وبالتالي دابا سيد علي، انا والله العظيم لا اتامل فيك خيرا. باش نكون معكم صريح، كانت عندي لقاءات مع سيد علي وشفت تيقطع السيد التليفون باش كان لقاء جوج لقاءات مع السيد علي وشفت ان كاين تخمه اليوم في التشخيص. اشنو خاصنا؟ احنا عارفين شنو خاص. هذاك البرنامج النووي اللي وجدته العمل ان شاء الله وتعاوننا عليه كاملين باش ينزل لارض الواقع، غادي يحل افاق كبيره للاقليم السطحي. كل شيء في العالم. سيد العمل يواجه مشروع هيئه 18 مركز صيدا موزعه على تراب الاقليم بكلفه اجماليه تقدر 420 مليون ديال الدرهم. الجمهور حيث يحمل المجلس الاقليمي صفه صاحب المشروع الى جانب كل من جهه دار الاتصالات، وزاره الاعداد التراب الوطني والاسكان والسياسه الماليه. يا سيدي الفاضل، لازم تجي هذه النقطه اللي كتكلم عليها هو المحور الرابع، تاهيل التراب. حنا كنتكلموا على تشغيل وضمها ووضع نصب علينا القطاعات الاربعه التي يظهر بها الاقليم، ومحاولات يعني توقيعها بغية خلق فرص الشغل، وهذا خلق الثروه كما نقول. اذا رجاء المداخله ديالي حتى الحوار. لا سمح. شكرا. فمشروعنا الحالي للتعامل الفلاحيه مكرز باولاد فارس الحله الذي لن يخرج الى حدود الان حيز الوجود، وهو دراسه تم تقديمها عباره عن 300 هكتار. السيد علي الاقليمي المحترم، وكلنا في هذا اللقاء سعيد بمشاركه في هذا اللقاء التشاوري المهم. بدون الخوض في السياق والاطار العام اللي تفضل السيد العامل والسيد المساهمين هذا اللقاء، انا اذا كانت شي مساهمه بغي نساهم فيها، وربما ما غاديش يدخل كثير في التشخيص، لان ربما التشخيص ما غاديش يتفوق واحد منا على الاخر حول يعني الواقع ديال الاقليم السطحي والاكراهات والتحديات والفرص. وانا من بدايه نحيي السيد العامل الاقليم على انه ماشي هذا هو اللقاء التشاركي في ما له صله بهذا الاعداد ديال الجيل ديال هذا النماذج، انه وعيد يعني الخطاب الاول صح ديال 29 من عيد العرش على انه اجريت ترابيا مجموعه ديال اللقاء التشاوري، وبالتالي نتمنى ان شاء الله ان هذا اللقاء سيكون هو الخلاصه وهو المؤطر لاعداد تصور كامل لهذا الموضوع.